بيقولوا بقى الكنافه السنه دي بالقسط. احنا بقى هنعمل كنافه مثلثات بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وفي البيت وباقل التكاليف، وحشينها كمان جبنه موتزاريلا، وتطلع معانا بقى بالشكل الحلو ده. شايفين؟ نمسك بقى كده واحده واحده كده وناكلها ومتقطعه وجاهزه، ولا بقى بره ولا حاجه. احنا هنعمل كل حاجه في البيت وباسهل طريقه واحلى طريقه. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. حاجه بقى هنعملها، هنجيب نص كيلو من الكنافه اللي هي الطويله دي، اللي بيسموها شعر ولا طرح حاجه كده ونفردها كده، ناخد كده شويه صغننين كده منها ونفردها كده بالشكل ده كده. وعندنا هنا شويه جبنه موتزاريلا، هنحط كده شويه في النص يعني في الحته دي كده، وبعدين نقفل عليها بالشكل ده ونبتدي نلفها كده كأننا بنلف بقى ايه زي السمبوسه كده بالشكل ده كده. شايفين شكلها بقت مثلث جميل معانا اهو. هنجيب بقى صينيه كده ونرصهم فيها من غير بقى ما نحط اي ماده دهنيه. هنعمل بقى واحده تانية مع بعض كده، واحده طويله، نحط شويه جبنه ونقفل كده كده كده. سهله جدا على فكره، لما هتمسكوها كده في ايديكوا هتلاقوها سهله جدا بالشكل ده كده، مثلث اهو. نحطهم بقى جنب بعض، نكمل بقى الصينيه كلها واوريها لكم. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ هنبتدي دلوقتي بقى المرحله دي نبتدي بقى نحط السمنه عليها. احنا ما حطيناش سمنه خالص ولا حطينا اي ماده دهنيه. هنبتدي ان احنا بقى نجيب كده سمنه مسيحينها، ونبتدي ان احنا ننزل بقى عليها كده من فوق. نحط بقى على كل واحده سمنه علشان طبعا ايه تحمر كده معانا وتبقى طعمها جميل. بالشكل ده كده بقى، وبعدين ندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تحمر بقى من تحت، وبعدين نشغل عليها الشواية. بس لازم نفضل واقفين قدامها عشان بتحمر بسرعة جدا. ندخلها بقى الفرن واوريها. وطلعت بقى كنافتنا الجميلة من الفرن. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين بقى كل كده ايه مثلث لوحده كده. شايفين سخنة جدا. اول بقى ما تطلع من الفرن نحط عليها بقى الشربات اللي احنا عملناه. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية. سكر الكنافة بيبقى مظبوط. هنسيبهم يغلوا 10 دقايق، وبعدين هنحط عليهم نص ليمونة ونسيبهم يغلوا 10 دقايق، وبعدين نحط عليهم فانيليا قبل ونطفي عليهم على طول، ويبقى جاهز معانا بالشكل ده. بس لازم يخليه بارد. واول ما الكنافة تطلع نحط بقى الشربات بالشكل الجميل ده، والهنا والشفا. ما نزودش الشربات قوي عليها. ليه بقى؟ لان هي اصلا يعني مش كل الناس بتحبها مسكره قوي اللي هي بالجبنه دي، فما نكترش بقى كده. عايزه اقول لكم الريحه بقى طلعت كده اول ما تحط الشربات. الهنا والشفا بجد، جربوها هتعجبكم جدا. شايفين؟ بالهنا والشفا. شكرا ليكم والسلام عليكم.